تعالى هنا رايح فين؟ انت مسافر بس من غير ما تاخد الاجراءات الوقائيه دي. اول اجراء وقائي تاخده وانت مسافر اول حاجه العدوى. ازاي نقلل العدوى؟ نغسل ايدينا على طول. لو لقينا مكان زحمه نبعد عن الزحمه. لقينا حد بيعطس او بيكح نبعد عنه خلاص، ويكون معانا ماسك احتياطي. تاني حاجه التطعيمات، نتاكد ان الطفل واخد التطعيمات الاضافيه وقبلهم الاجباريه، ولو في اي تطعيم اضافي متاجل نروح ناخده لو مأخرين اي تطعيم. طيب يا دكتور، انا مسافر مثلا السودان، اسافر افريقيا الوسطى، لا خلي بالك في كل دوله بيبقى ليها مرض انديميك او مرض منتشر، زي مثلا الدول دي بتاخد تطعيم الملاريا. خلصنا العدوى وخلصنا تطعيمات، نخش اخر حاجه. لا مش اخر حاجه، لسه بدري. تقلبات الجو. تقلبات الجو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، انا واقف في جو فيه شمس جامده قوي. الاطفال ما ينفعش يتعرضوا لجو شمس قوي او برد قوي. خلاص برد بنلبس طبقات كويسه، انما لو الحر نحط سان بلوك، ما بنتعرضش للشمس من الساعه 11 للساعه 3. لو مضطرين بنلبس كاب وبنحط سان بلوك زي ما قلنا. خلاص قبلهم لو احنا مسافرين بالطياره، خلي بالك لو مسافر بالطياره هنعمل لها فيديو لوحده، ولكن اهم حاجه بس ان الطفل يرضع لو هو رضيع، ولو هو فوق ممكن ياكل لبان عشان الضغط اللي على الاذن. خلصنا؟ لا، عندنا المكان احنا رايحين مكان اكس. خلاص لازم اعرف ايه خطة الطوارئ. انا عارفة ان جنبي صيدلية، وبعد الشر لو حصل حاجة هروح المستشفى الفلاني على بعد كيلو. ان شاء الله ما يحصلش، بس لو حصل ابقى انا ايه، محتس ويخش في بانيك اتاك. لا والله حصل اي حاجة، لا انا عارفة ان في 1 2 3 جنبي. وكمان لو انت بتتواصلي مع دكتورك اونلاين ممكن نكلمه اونلاين او نبعت له على الواتساب. اخر حاجة الادوية اللي ناخدها. طبعا ناخد مسكنات زي الباراسيتامول الايبوبروفين. خلاص لو طفلك بيعاني من اي حساسيات انف او صدر او جلد ناخد ادويه الحساسيه اللي الدكتور ممشيها عليها. وفي يعني بعض البلاد الاوروبيه والامريكيه بتلاقي المضاد الحيوي مش موجود او لازم بروشته. خلي دكتورك يقول لك على نوع مضاد حيوي معين تخليه معاكي في الطوارئ. مش هناخده خالص، ولكن في الطوارئ عشان ما تروحيش في الدول الاوروبيه دي بيبقى كشف بدولارات، يعني كشف ب 200 او 400 دولار، وكمان مضاد حيوي غالي وما بيتكتبش. فخليه معاك احتياطي. يا رب يكون الست حاجات اللي قلناهم كده تمام. عدي معايا العدوى، بعد كده قلنا ايه التطعيمات، قلنا تقلبات الجو والطياره، بعد كده الطوارئ والادويه، وان شاء الله تروحوا ترجعوا بالسلامه.